مريض ضغط او مريض سكر يبقى الفيديو ده يهمك جدا. تابعونا لنهايه الفيديو عشان تستفاد بكل معلومه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج روشتات رمضانيه. لو حضرتك بتاخد علاج السكر او علاج الضغط في غير رمضان، لازم في رمضان تتابعه بنفس الفكره بتاعه قبل رمضان. كمان في حاجه مهمه جدا معانا، ان حضرتك لازم تقيس السكر وتقيس الضغط في رمضان قبل الفطار وقبل السحور معاك، تتابع بشكل يومي. طيب لو حضرتك جيت تقيس السكر معاك ولقيت السكر اقل من 70 او اكتر من 300، في الحاله ديت لازم تفطر في الحال، ولازم تستعين او تستشير طبيب متخصص في الموضوع ده، لان الموضوع ده في غايه الخطوره، ارتفاع السكر او نقص السكر معانا. طيب وكذلك الامر في موضوع الضغط، لازم برضو تتابع الضغط، تشوف الضغط فيه بيقل معاك ولا بيزيد ولا ايه الدنيا بالظبط. الموضوع ده مهم جدا في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان بالتحديد. طيب بالنسبه للادويه اللي حضرتك بتاخدها في غير رمضان، بتاخد مثلا قرص بتاع الضغط على ريق الصبح، كذلك الامر في رمضان هتاخده قبل الفطار معاك، وكذلك الامر في موضوع السكر. لو انت بتاخد ادويه السكر بعد الغداء او وسط الغداء، برضه هتاخدها بعد الفطار معاك. في ادويه ضغط بتدخلك الحمام كتير، يفضل تاخدها بعد الفطار، ما تاخدهاش في السحور، لان الموضوع ده هيدخلك الحمام كتير. الموضوع ده يا جماعه في غايه الخطوره. واخر حاجه حابب اتكلم عليها، ان في ناس للاسف بتقلل الجرعه بتاعه الضغط وبتاعه السكر، والكلام ده ما ينفعش. بمعنى ان انا باخد اماريل 4، ما ينفعش انا اخد اماريل 4 وانزل للثلاثه او الاثنين بمزاجي كده، ما ينفعش، الكلام ده غلط تماما. كذلك الامر في موضوع الضغط، في ناس بتاخد مثلا كونكور 10 تقلل تنزل للخمسه او تنزل لاثنين ونص، الكلام ده غلط. او في كمان الاخطر من كده، ان الناس بتوقف الادويه بتاعه الضغط والسكر في رمضان. الموضوع ده يا جماعه في غايه الخطوره، لازم يبقى في توعيه عندنا. موضوع مهم جدا، انشروا الفيديو كل الناس عشان الناس تهتم بالموضوع ده. وفي حالات كتير جت للصيدليه وقالت يا دكتور احنا بطلنا ادويه السكر وادويه الضغط. الكلام ده في منتهى الخطوره. رمضان عباده وصحتك امانه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.